هاد الولد كان كيتريني كيفاش يحبس النفس ديالو تحت الماء، خرج راسو من الماء من بعد ما دازت 50 ثانيه. يحسب ليه بلي هاد النتيجه غتوصلو للالعاب الاولمبيه. هز الكارطابل ديالو على كتفو وكان باغي يخرج، ولكن مو عيطات ليه، عطاتو واحد الصندوق صغير من الحديد باش يخزن فيه كاع الميداليات اللي غادي يربح في المستقبل. الولد مشى فرحان، ولكن ملي وصل لمحطه الطوبيس لقى باه كيتسناه تما. باه رجعو معاه للدار. الولد كان كيلبس حديدات في رجليه من نهار كان صغير، واخا هكاك كان ديما كيحلم يولي بطل اولمبي. ملي كبر رجليه برا وحيد الحديدات، ما خلى حتى شي نوع ديال السبور وما جربوش. جرب حمل الاثقال ولكن طاح حيت كان ضعيف. جرب القفز بالزانه ولكن تهرست به الخشبه. من بعد ما فشل مره وجوج وثلاثه، الصندوق اللي كان غيعمر بالميداليات صدق عمرو بنضادر مهرسين. واحد النهار فاش كان كيجرب رياضه رمي الرمح، جابها في السرجم وهرسو. باه تسالى ليه الصبر، قال ليه انت ما بينك وبين الرياضه غير الخير والاحسان. هنينا صاحبي. الغد ليه الوالد ديالو داه معاه للشونتي ديال البني، كان باغي يعلمو شي حرفه اللي تنفعو، ولكن الولد كان مركز على واحد المحطه ديال السكي كانت حداه. فكر يشارك في الالعاب الاولمبيه ديال الشتاء. من داك الوقت لبس السكيات وبدا كيتريني بيهم ليل ونهار. اخيرا لقى الطريق جديده باش يوصل للحلم ديالو. ربح بزاف ديال لي كومبيتيسيون، داز 12 عام والولد عمرو ما سمح في الحلم ديالو. جاتو فرصه باش يلعب مع المنتخب الوطني، ولكن دار ليهم الشوهه وطيح كاع صحابو قدام الصحافه. هنا الولد ضيع الفرصه اللي تعطاتو. دار فيه المدرب وقال ليه انت عمرك ما غادي تطفرو في الاولمبيات. الحلم ديالو تبخر. تحت السكيات ديالو قرر يولي بناي مع باه، ولكن ملي عاود بان ليه السواسكي في التلفازه، داك الحلم اللي في قلبو رجع حيا من جديد. جمع حوايجو وخرج من الدار، وصل لديك المحطه اللي كان ديما كيجي ليها. باه كان مازال كيتسناه تما. هاد المره باه شجعو باش يبقى تابع الحلم ديالو. ملي وصل لمحطه السكي، وقف الولد فرحان فوق المنصه السواسكي، ومن بعد هبط في ديك الحدوره بسرعه كبيره. ما كانش عارف كيفاش يحافظ على التوازن ديالو، طاح وتخبط فوق الثلج. الولد ما بغاش يستسلم، بدا كيحاول مره وجوج وبلا ما نقول ثلاثه، حتى لواحد التنقيزه جا كيتكركب وكلاها في عظامو مزيان. دغيا جراو به للسبيطار. يحسب ليه بلي هنا كل شي سالا، ولكن واحد المدرب شافوه عجباتو هاد الجرينتا اللي عنده. المدرب قرر يتريني به. الولد بدا لونطرينمون بروفيسيونيل. المدرب علمو التقنيات الصحيحه على كيفاش يقلع وعلى كيفاش يحافظ على التوازن ديالو في السماء. وبهاد لي تكنيك ديال المدرب الولد ولا ناضي ديال بصح. ما غاديش يدوز وقت طويل حتى لبس التوني ديال المنتخب الوطني. الولد كان جاب معاه الصندوق الحديد اللي كانت عطاتو ليه مو. وقف في راس المنصه ديال الاولمبيات، هبط من ديك الحدوره بسرعه كبيره وطار في السماء بحال شي طير. هاد المره واخيرا حقق الحلم ديالو. كل شيء عجباتو هاد القفزه اللي دار. ايوا حتى انت ماشي بالزربه تستسلم وتسمح في الاحلام ديالك. الاصرار في الاخر كيجيب نتيجه. واش بعدا عندك شي حلم كتمنى توصل ليه ولا لا؟ كما خلاوها الامريكانيين دونت جيف اب. لايك وسبسكرايب وساكون لكم من الشاكرين.